بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نادية هاشم من قناة أطباق لذيذة. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ بطريقة مختلفة، بطريقة سهلة جدا. لو ما عندكيش فرن وعايزة تاكليها مش مسلوقة تعمليها بالطريقة دي. أنا شلت الجلد ده. مثلا لو هتعملي مثلا فرخة 1.5 كيلو هتحط لها المقادير اللي أنا هقول عليها في الخلطة دي. معلقتين 3 زبادي، بصلة صغيرة، حوالي 5 فصوص توم او معلقة كبيرة توم، معلقة صغيرة فلفل اسود، وجنزبيل بودر هتحطي رشة او حتة. هتحطي معلقة كبيرة من الملح، وقرن فلفل حامي او بارد يعني بهارات اللي هي بابريكا وكركم وبهار حلو هتحطي معلقة برضو، وربع كوباية خل. بس الخل بيخلي الفراخ طرية، والزبادي حطيت الزبادي مع الخل وبيخليها ريحتها حلوة وطرية. طبعا هي انا ضربت الخلطة في الكبة عشان اختصر يعني. هجيب بقى الفراخ وهكون مقطعاها زي ما شايفين كده. بصوا بتقطعيها قطعتين بالسكينة كده وتشيلي الجلدة، وبعدين هنحط على وشها الخلطة دي بقى انا ضربتها ونعمتها. هحط كل الفراخ هنا زي ما شايفين كده، وهسيبها لمدة 2 ساعات على الاقل في التلاجة، ممكن ساعة لو مستعجلة. لو هتحطيها اكتر هتبقى احسن. تمام، نحط كل الكمية، هقلبها كويس واسيبها ونرجع تاني نشوف. على وشها شوية زيت كده. الزيت برضو بيطر الفراخ وبديها ريحة حلوة. اخليهم على الوش كده وهغطيها واسيبها. وطبعا المقادير بتاعة التتبيلة والفراخ بسيبها تحت الفيديو في صندوق الوصف، علشان لو انتم ما سمعتوهاش كويس مني تقروها دايما تبقى قدامكم. دلوقتي بعد ما الفراخ اتبلت انا سايباها بقالها اكتر من 2 ساعات. ماشي، هجيب بصلتين كبار او بصلة كبيرة حسب ما انت عاوزة، وتقطعيها طرنشات، تحطي عليها برضو ملح وفلفل وقرن شطة، ده حامي اختياري. هنحط ده في الحلة. طبعا الفراخ دي معايا 2 كيلو وربع، فانا مزودة الملح شوية، وانا اقول لكم على مقادير 1.5 كيلو تحت الفيديو. ماشي، على اساس ان الفراخ عامه بتبقى 1.5 كيلو يعني، فانا جايبه اللي هي الدرامس الوراك دي. تمام، او الدبابيس. هحط بقى رص الفراخ كلها هنا بطريقه عاديه يعني. طبعا البصل ده لازم تدعكيه جامد بايديكي كده لما تلاقيه طلع شويه ميه مع ملح وفلفل اهو. هي هتستوي في البصل زي كباب حله كده يعني، هتبقى حلوه قوي. احط على وشها شويه، هرش رشه خفيفه من الزيت برضو قليل يعني، معلقه كده، واغطي عليها وافتح عليها النار. اول ما الاقيها عملت صوت وبدات تغلي اوطي النار لحد ما اشوفها تستوي. ممكن بقى من وقت للتاني تهزيها كده، من وقت للتاني كده، عارفين انتوا بتنطروها، او تقلبيها اللي هو ده، تقلبيها بالمسكه بتاعه اللحمه والفراخ. ده بقى كباب حله الفراخ. ماشي، هسيبها كده ونرجع تاني نشوفها مع بعد مرور 1 ساعة الا ربع بالظبط. هبص على الفراخ. انا طبعا من وقت للتاني كنت ممطرها كده، هي استوت زي ما شايفين كده خلاص. هناخدها بقى ونحمرها. هطلعها في طبق. هي ما فيهاش جلد خالص علشان ما تعملناش دسم في الحله، وناخد الشوربه او الصوص ده نعمل منه اي حاجه، نزود بيه خضار، نعمل بيه اي حاجه احنا عايزينها يعني، او ممكن تحتفظي بيه في التلاجة لو عوزتيه في صينيه بطاطس مثلا او كده. ده طبق فيه شويه كاتشب وفلفل اسود ورشه زيت خفيفه. هدهن الفراخ بالشكل ده واحمرها زي ما تشوفوا معايا.
تبقى جميلة قوي وطرية. هي شاربة من صوص البصل وطرية جدا. ممكن ترصيها بالشكل ده في صاج وتدخليها تحت الشواية برضو تبقى حلوة. حبة زبدة او حبة زيت زي ما انت عايزة.